محمد مسعود بوجي الشاب الجميل اللي للأسف كان باع كليته بسبب المخدرات. تخيل، المخدرات سرقت منه صحته، وأخوه اللي مات بجرعة زايدة قدامه، وحياته. كل ده كان عشان لحظة وهمية من السعادة. كان دايما بيقول أنا بحاول أرجع للحظة السعادة الأولى اللي كانت مع أول مرة خدت فيها مخدرات، بس عمري ما قدرت إن أنا أرجع لها تاني، مع إنه قعد 15 سنة في المخدرات للأسف. بس الحمد لله هو قرر انه يتعافى، وحاليا هو مبطل بقاله سنتين، وهو قدوة لازم اي شاب بيتعاطى لازم يفتخر بيه ويقلده ويثق ويبقى عنده امل انه يقدر يبطل زيه بالظبط. الناس دلوقتي شايفاه بطل، عارف ليه؟ لان اعظم انتصار في الدنيا انك تكسر قيود الادمان وتقول كفاية. افتكر ان ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بالله عليك مهما حد وقع اوعى تيأسوا من رحمة الله، وانت مهما وقعت اعرف دايما ان باب الرجوع مفتوح. بس الرسالة اللي لازم نتعلمها من ورا قصة محمد الجميل ده ان اولا نعرف ان الاصدقاء اما اصدقاء صالحين، صديق صالح يجرك للخير، او للأسف صديق سوء. صديق السوء للأسف بيدمرنا. فبالله عليكم لازم نربي ولادنا على البعد عن أصدقاء السوء، ولازم نحببهم فينا ونحببهم في أصدقاء الخير، مش إن احنا نجبرهم ولا إن احنا نقسو عليهم. والحاجة التانية المهمة كمان اللي احنا نستفيدها إن المخدرات والله هي مرض خطير جدا بيدمر الشخص وبيدمر حياته وبيدمر صحته، ومفيش قدامه حل غير انه يبطل. بس محتاج مساعدة، محتاج مساعدة، يلجأ لحد يساعده. لازم يتساعد، ولازم هو يعرف انه هيمر برحلة ألم شوية، بس والله بعدها حياة. محمد الجميل ده بيقول يا إما تبطل الإدمان وتبطل المخدرات، يا إما للأسف المخدرات هي اللي هتبطلك صحتك وهتبطلك حياتك. وهنا برضو رسالة مهمة للأهل والأصحاب: المدمن مش محتاج جلد ولا محتاج إهانة، هو محتاج كلمة أمل، محتاج حضن، محتاج أمان، محتاج تشجيع. كل كلمة ثقة منك بتسنده، لأن أي إهانة أو جلد ليه بيدمره وبيدخله في دايرة الإدمان أكتر وأكتر. لو قدرت إن أنت توديه مصحة يبقى لازم يروح مصحة. كل نظرة رحمة بتفتح باب للنجاة. اوعى تستسلم، محدش يستسلم أبدا، ولا يخلي اللي حواليه يستسلموا، ولا تسيب اللي بتحبه يستسلم. ساعده يشوف التعافي، وإن التعافي مش مستحيل، وإن كل يوم جديد فعلا والله فرصة. قوم دلوقتي وابدأ حياة جديدة انت وحبايبك. ولو انت لا قدر الله بتتعاطى اعرف ان في ناس حواليك والله بيحبوك، وكل املهم في الدنيا انهم يشوفوك سعيد، وانهم يشوفوك متعافي، وانت والله قدها، وانت والله تقدر. قرر وادعي ربنا واستعين بالله، استعن بالله ولا تعجز.